إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو صراحة حيت هما كتعرفيني عبد الرحيم رامو، كنقول غير الصراحة، واخا شي حاجة اللي غتقدر تضرنا في البيع والشراء ما كنخبيوش. عند الأساس هو الكليان يمشي، هو السؤال كيقول لك واش نقدر نربي دوغ ارجونتين يحضر لي الماشية وفيرما. هو واحد الناحية راه يحضر لك، غير هما الإخوان خاصكم تعرفوا أن الدوغ ارجونتين فيهم جوج ديال لي راس. فيهم واحد لاراس اللي هي 100% ديال لاشاس ديال الصيد، وكاين واحد لاراس اللي كتخرج من الشتي للصيد كتكون شوية ما فيهاش الصيد بزاف، وكاين ديال الحراسة. يعني أنا إلا جيت عندي كنسولك كنقول لك واش بغيتي الحراسة ولا بغيتي الصيد. إلا قلتي بغيتي الحراسة كنعطيك الدم اللي عندي اللي ما كيصيدش مزيان. علاش؟ إلا كبرتي مع الماشيه ما يقربش الماشيه، يمشي ياكل لك يمشي يهجم لك على الديب، على الحلوف، على الانسان، على الشفار زعما، ولكن ما يهجمش على القطع ديالك. علاش؟ حيت هذاك جينيتيك موكل. اما بحال داك الكرينكو اللي جبت من السربيه اللي فيه 100% ديال لاشاص، الا ربيتي ولد ديالو اول حاجه غيكون لك هو البهيم ديالك. حاله وحده الا كان عندك داكشي مسيباري، سيباريتي البهيم وخليتي الكلب يدور في واحد البلاصه اخرى على برا، هذيك متفق معاك يقدر يحرس لك البلاصه مزيان. هادشي اللي كان يا اخوان، هاد المعلومه اللي بغيتكم تعرفوا وخاصكم تعرفوها. ماشي تربي كلب اللي عنده جينيتيك مود ديال الصيد يمشي ياكل لك الصيد البهيم هو الاولى ويخليك مثلا الشفار هو الاخر. هذا الشيء علاش الانسان اللي بغى شي حاجه خصو يسول مزيان ويسول الناس ذات اختصاص. هذا الشيء اللي كاين يا اخوان، وهذا السؤال جديد، ونستنى سؤال اخر ان شاء الله، ومرحبا.